يعني الهانم قاعده عنده ومطمنه. ها؟ قلت لك مراتك عقربة ومش سهلة. مش مع عابد تيمور يا نونو. والله أنا مش فاهمة أنت عاوز منها إيه يا بودي. ما تسيبها تغور في 60 داهية. يا حبيبتي انا قلت لك قبل كده ما ينفعش انك تكرهيها، عشان لو كرهتيها هي هتحس انك بتكرهيها، ووقتها مش هتثق فيكي، وبالتالي هتبقي كارت محروق بالنسبه لي. هو أنا ليه علاقتي بيك مربوطة بالست هانم؟ هو أنا يعني قصرت معاك في إيه يا بودي؟ متجوزني عرفي وقلت أوكي. بتشوفني في الدرة كل فين وفين وساكتة. ليه مصمم تحسسني إن أول ما علاقتك بيها تنتهي خلاص أنا مش هيبقى ليا أي لازمة؟ الموضوع مش كده يا نونو، بس زي ما انت قلتي غزل مش سهله، وانت حاليا اهم مصدر ليا معاها. بس هي مش عايزاك، بتكرهك، حاولت تقتلك بدل المرة 2. باقي عليها ليه وسايب الست اللي بتعشق تراب رجليك؟ حياتي انت عشان تراب رجليا، انت حبيبي والله، بس احنا جايين يا نونو علشان ننبسط. بليز بلاش وصلة المكان دي، بليز بليز. حاضر يا بودي، بس برضو انت لازم تبقى عارف ان انا عندي قلب وبحب، واللي بيحصل ده فوق طاقتي بجد. لا بجد مزاجي قلب. خلاص انت مزاج وقلم حبيبي. معلش يا حبيبي، انا دلوقتي هتفرج. ايه بقى يا دكتور فؤاد؟ ايه الموقف اللي حصل مع هند ده؟ زياد عيان؟ سخن ولا حاجه؟ الف سلام عليه يعني. انا اتكلمت معاه مستر عماد وهو جاي دلوقتي، واللي حصل ده كله سوء تفاهم مش اكتر. لا معلش، هو مش سوء تفاهم، هو الاستاذ بس فاكر نفسه حاجه، وطبعا شاف بنت حلوه واثقه من نفسها واخت غزل فطلعوا قعدوا عليها. مفيش داعي للكلام ده يا استاذه. اهلا يا زياد، تعال. مساء الخير. اتمنى الكلام اللي انا سمعته وانا داخل ده ما يكونش ليه علاقه بيا. لا في الحقيقه هو ليه علاقه بحضرتك، ولازم تفهم ان انا لو هقبل ان انا اشتغل معاك بالطريقه دي تبقى غلطان. اتفضل يا استاذ زياد ارتاح. لا اتفضل. الحقيقه انا هبلغ مستر عابد ان انا مش مستريح وهسيب القناه بعد اذنكم. هتسيب قناه ايه؟ استنى بس يا زياد، بعد اذنكم. يا سلام، هو مهم قوي كده؟ ما انا قلت لك قبل كده ان هو مهم قوي كده. ما تلم الدور. اختك الله يحرقها مطلعه عين ام الراجل، يعني الراجل مش طايق يشوف وش حد فينا. ماشي حالك يا اختي، ها؟ ماشي حالك. انت واقفه كده ليه؟ خضتيني. مين اخويا قال لي اقف هنا؟ وقلبه وشك كده ليه؟ لا بصي، عشان تبقي عارفه بقى لو قعدتنا مع بعض هتطول. انا لا ببتسم ولا بهزر ولا بضحك ولا بنكت ولا بشوف افلام ولا بسمع اغاني واكره ما عليا الرغي وبصدع بسرعه وخلق ده هو في مراخير. خلاص. ايه ده؟ امال انت عايشه ليه؟ اتامل كده في ملكوته زي اي طائر او عصفور. اتأملي عادي، بس خدي بريك من التأمل وعيشي حياتك الطبيعية. وهو انا كنت اشتكيت لك؟ انا مرتاحه كده، انت بتتحشري في حياتي ليه؟ انا كنت دخلت في تفاصيلك دلوقتي. تصدقي ان انت ست قلة الادب. انا يعني مش قصدي، يعني انا قصدي عمرك ما ضحكتي زمان
قالوا لي وانا صغيره اما اتولدت كنت بضحك، بس دي معلومه مش مؤكده. انما دلوقتي اضحك ليه؟ ومين اللي يضحكني؟ ويضحكني ليه؟ ويضحكني ازاي؟ ويضحكني على ايه؟ ما كل دي تساؤلات برضك. تراهني ان انا هضحكك؟ كان غيرك اشطر. بقول لك يا باشا، محمود بيه هيجي امتى؟ معرفش يا سيف. طب دلوقتي الواد اللي اتضرب هيجي مع ابوه يعملوا محضر صلح. انا بقول اخد اخويا ونتكل على الله. استنى لما محمود بيرجع عشان الموضوع ده معايا. بس غريبة، ازاي الراجل ابو الواد ده كان جاي سخنان وقلب الدنيا كده وعايز يتصالح؟ كله بالحب يا باشا. الحب برضه؟ والله كله بالحب. لسان الحلو والنية السالكة تخلص اي مشكلة. بس بقى ما تضحكنيش. عموما محمود بيقايل محدش ليه دعوه بالموضوع ده غير لما نرجع له. عشان مالك يبقى اخويا. ها؟ هو محمود ده حاططني في دماغه ليه؟ طب يا باشا سيادتك معانا بقالك حبه. انا عايزك تفهمه يا باشا وتقول له ان انا راجل على المظبوط وماشي في السليم. شوف يا خديوي، طالما انت مزعله يبقى في غلطه، وغلطه كبيره، وهو مش هيسيب الغلط الا لما يصلحها. تاكد من الموضوع ده 100%. تسلم يا باشا. حبيبي. العفو. الاستقاله بتطلب. اللي بتعمله ده غلط يا زياد. انت عارف ان مستر عابد مهتم جدا انك تكمل ومش هيسمح ابدا انك تمشي. الكلام ده مش هيحصل. الموضوع ده هيخلص على حسابي اكراما لمراته ولاخت مراته. انا مريت بالحاجات دي كتير وانت عارفني يا دكتور فؤاد، انا مش الشخص ده. دكتور فؤاد ممكن تسيبنا لوحدنا لو سمحت؟ اه طبعا، اتفضلي. زياد، معقولة اللي بيحصل ده؟ أنا بجد متضايقة جدا. مش فاهم تقصدي ايه؟ أنا بكلمك عن نفسي، عن اللي أنا حاسة بيه. بص، يمكن أكون شخصية عصبية شوية، يمكن أكون بتحمق لنفسي لكرامتي، بس أنت لازم تفهم إن أنا واحدة كل اللي أنا عايزاه من الدنيا إن أنا أصنع نفسي بنفسي. اوعى تفتكر إن أنا عايزة أطلع على كتاف عابد تيمور ولا على حساب علاقتي بيه، أبداً.